السلام عليكم. في موقف كده بيحصل بين الأمهات وأولادها متكرر كتير. أنا مش عارفة انتوا واخدين بالكم منه ولا لأ. إن الأم لما بتيجي تتكلم أو تكون قاعدة بتحاور حد، الزوج، أختها، الجارة، صاحبة، أي واحدة أو أي حد، تلاقي الطفل يبدأ يدخل في الحوار ويقطعها، ولازم ترد عليه ويفضل يصوت، ولو ما اديتوش انتباه وردت عليه يقعد يشد في هدومها، في شعرها، في طرحتها، في اي حاجه. ولو يعني كانت ما شاء الله صامته جدا، بيبدا يقعد في الارض ويقعد يتمرمغ او يعمل اي حركات علشان ان هي تنتبه له. الحقيقه في نوعين من الامهات بيستخدموا اسلوبين مختلفين في المواقف اللي زي دي. اول نوع اللي هي بتبدا تقطع حديث الشخص الكبير عشان تتكلم مع ابنها الطفل الصغير وتستجيب له عادي، اللي هو يعني كمل انت، ما فيش مشكله، ما عملتش حاجه غلط. وفي نوع تاني من الامهات بتتجاهل خالص الطفل ده، وتتجاهل رد فعله او فعله حتى، وبتتجاهل اي وسيله هو بيعملها علشان يضغط عليها، وبتكمل كلامها مع الشخص الكبير عادي. وبعد ما تخلص كلام بترجع له تقول له انت كنت عايز ايه. انهي اسلوب هو الصح في الاسلوبين دول؟ خليني بس اقول لكم حاجه الاول كده، ان كل حاجه وليها حاجه وليها سن. من قبل سن سنتين ونص 3 سنين الطفل مش هيعرف ان هو يفرمل نفسه، يعرف انه انت لما تقول له ما ينفعش ان انت تقاطع حد كبير، او استنى لما ماما وبابا يتكلموا، او ماما وطنط يتكلموا. هو قبل السن ده، قبل سنتين ونص 3 سنين، مش هيعرف ان هو يستنى. هو ليه حاجه ملحه عنده وبالنسبه له حاجه مهمه، فعايز ان هو يوصلها لك. هو في حاجه حصلت عايز يحكي لك عليها بسرعه، او يحكي لك عليها بسرعه، حاجه وقعت عايز يعقب على حاجه. هنعمله في الموقف اللي زي ده ان احنا هنفهمه، او لما نكون احنا عايزين نتكلم والطفل يبدا ان هو يدخل في الحوار، هنقول له واحنا بنتكلم، يعني نعمل له اي حركه كده انتباهيه، نعمل له كده ثواني، او يا حبيبي ثانيه واحده بس اكلم طنط وهرجع لك على طول، او يعني هدخل معاك في الحوار او هكلمك، او شوف الطريقه اللي انت او انت بتوصلي بيها المعلومه لطفلك. ولو لقيتيه لسه عنده الحاجه ملحه، معلش استاذني الشخص الكبير وشوفي عايز ايه، لان هو في الاخر طفل اكيد في حاجه هو مش عارف ان هو يتصرف فيها لوحده، بتبقى حاجات تافهه بس بالنسبه له حاجه مهمه. طب لو الشخص ده كبير عدى 3 سنين، احنا بنكون اصلا مفهمينه في كده، في رولز بينا احنا متفقين عليه. حبيبي لما اكون قاعده مع حد كبير بلاش ان انت تدخل في الحوار، لو عايز حاجه مني استنى لما اخلص كلام، او ممكن تستأذني واحنا بنتكلم لو سمحت يا ماما، اديتك انتباه وقلت لك اتفضل يا حبيبي، يبقى تتكلم وتقول اللي انت عايزه. لقيتني مستمره في الكلام، لا خلاص ما ينفعش، استنى لغايه لما نخلص كلام، ما ينفعش ان انت تدخل في الحوار. حاجات بسيطه قوي بتشكل انطباع الناس عن ولادنا، وبتشكل سلوكيات ولادنا فيما بعد معانا او مع غيرنا. يا رب ناخد بالنا منها.